ستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 في الكوت ديفوار في الفترة من 4 إلى 25 من يناير 2024. ستشارك في البطولة 24 منتخبا من مختلف دول القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن تشهد المباريات منافسة قوية وإثارة كبيرة. وسوف يقوم المدرب الوطني المغربي وليد الركراكي يوم الخميس بتحديد قائمة اللاعبين الأولية للمنتخب الوطني الذي سيشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة في الكوت ديفوار، وسوف يتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقد هددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتغريم الفرق التي تتأخر في إرسال قائمتها الأولية التي يجب أن تتكون من 50 لاعبا في الموعد المحدد في 14 من ديسمبر الحالي بمبلغ $20,000، وحد قائمة اللاعبين النهائية إلى 21 لاعبا. وطلبت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحديد القائمة النهائية في 3 من يناير المقبل، والتي يجب أن تتألف من 23 لاعبا مع إمكانية إضافة 4 لاعبين كاحتياطيين، على أن يتحمل الاتحاد المغربي تكاليف إقامتهم ونقلهم إلى الكوت ديفوار. وقد حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 10 من يناير المقبل موعدا للسفر إلى الكوت ديفوار بواسطة طائرة خاصة بهدف تجنب إرهاق اللاعبين قبل بدء البطولة الإفريقية. سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراتين وديتين قبل السفر إلى الكوت ديفوار للتأكد من جاهزية الفريق للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم. ويعتبر الاتحاد المغربي أنه لديه فرصة كبيرة للفوز بهذه البطولة، خاصة بعد أداء اللاعبين المميز في كأس العالم الأخيرة في قطر.